شوف يا صاحبي، احنا مش هنخترع العجله. الباك اليمين واللاعب رقم 21 عندهم مشاكل كتير، جابوا هدف في نفسهم ودي مش مشكله، كله بيغلط. بس الكره اللي بعدها المدافع ماسك المهاجم والباك اليمين طلع عشان يقابل، اول ما الكره اتلعبت في ظهره المدافع راح يقابل وساب المهاجم اللي معاه والمهاجم سجل. حلو حلو. في ماتش سيراميكا ايجورا بيقطع الكره بيلعبها الناحيه الثانيه، اللاعب رقم 21 بطيء في ردود الفعل، فالكره تتلعب تاني في ظهر الباك اليمين، ودي نقطه مهمه اللي هو مش واخد باله من حاجه وهدف. حلو حلو. المشكله الاكبر عندهم ايه؟ الكور الثابته، عرضيه بالونيه تريزيجيه ما نطش من على الارض، لعبها وهو واقف وسجل هدف. طب لما تكتلوا الاهلي عمل ايه؟ محمد هاني بيرفع في 3 هناك في المنطقه اللي قلنا فيها مشكله، هنا ما جاتش. تقول انت بتعيد الكره تاني ليه؟ اقول لك لا، دي بعدها ب 20 ثانيه نفس الكوره بنفس الشكل وجت هدف اللي كسبوا بيه. يبقى كده المشكله واضحه، وانا شايفها وانت شايفها وكله شايفها. في ماتش المصري الاخير غير الباك اليمين والمساك اللي جنبه بحيث ان هو يعرف ايه يدار المشكله دي، لكن المصري في اول دقيقه كره ثابته يلعبها على القريبه، ايه اللي يحصل؟ هدف. في الشوط الثاني ركنيه في اول دقيقه يلعبها فين؟ على القريبه ويجي منها ضربه جزاء. ففي مشاكل كتير عندهم واضحه للكل. انت بقى عايز تصعبها وتعمل باكورد من نص الملعب في المقص، المهدي يثبت الكره ويشوطها في ال90 من الجون للجون، ما عنديش مشكله صاحب، روح. المهم تكسب. ديل لايك وفولو.